بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مطبخكم مطبخ أطايب، في قاطو جديد، قاطو رافاييلو، قاطو للأعياد للأعراس لبزاف مناسبات، خفيف سهل في التحضير وبأقل تكلفة، مش مكلف وسهل في التحضير. الحاجة الأولانية نروحوا للفاية نتاعنا، هذه راهي تتباع في المحلات مكتوب عليها رافاييلو. نحكموا الشيكولة نتاعنا، الشيكولة البيضاء، ذوبناها على حمام مائي بدون أي إضافات، نفرغوها في الفراغات هذيك. فرغي في المول كامل شحال من حبة انت راكي راح تخدمي حتى تكمليهم كامل، ونديروها في الثلاجة في الكونجلي قسمة تشد روحها 20 دقيقة نص ساعة. تقدري حتى تبيتيها في أي وقت حبيتي تخدميها. من بعد نديمولوها ونحطوها كما راكم كنتوا تشوفوا في القاطو تاعنا، أنا حاطينها ديكور من الفوق مكتوب عليها رافاييلو، فيها واحد الالوان راهم يختلفوا، راه كاينه حمراء، انا نتاعي ما جاتش فيها الاحمر بزاف. حتى تكملوها كامل كما راكم تشوفوا يا البنات. حاولوا تسووها، تخبطوها شويه على البلاطو تاعكم باش يتسوى لكم، ما تقعدش فيها. بعد نروحوا للعقده نتاعنا. العقده نتاعنا يا البنات انا درت قيمه 2 كيسان نتاع نواة كوكو مرحيه. نواة كوكو كي يعود مرحي راه يجي طعمه خير من نواة كوكو اللي يعود كيما نجيبوه من المحلات، مع 2 مغارف نتاع حليب لحظة بودر، مع شوية تاع لوزاز تاع حبة تاع قارص، وكاس نفسه اللي كيلت به نوات كوكو كيلت به الكاوكاو محمص ومطحون، مطحون متوسط، مش خشين بزاف ومش ناعم بزاف. طميهم بالنيسلي كراميل، طميهم بالنسلي كراميل، وعينك هي ميزالك، ما نقدرش نقول لك اكزاكت قداش ديري، ومن بعد طمي وشوفي مع 2 مغارف ولا 3 تاع شيكولا بيضاء. الشيكولا البيضاء دورها يا البنات انها كي دوكا نديروها في الثلاجه، هي كي تجمد تشد لنا حبه الكاطو هذيك، تخليها متماسكه اكثر. لازم الشيكولا البيضاء، لازم تديروا معاه شويه شيكولا بيضاء باه ما يقعدش هكا مرخوف، تجيكم شادة، تجيكم الحبة واقفة وشادة روحها. طموها حتى تعطيكم قوام متوسط، مش طرية بزاف حتى تعود تلاصق، ومش تكون متوسطة. وعندنا ثاني أبوني وجام وبارتاجوا الصفحة يا البنات، بارتاجوا الصفحة باش غيركم يستفاد إن شاء الله، ما تبخلوش علينا بالأبونيات نتاعكم وبالجام. طميها بيدك حتى ومن بعد نجيبوا المول تاع سيليكون نتاع الكعكات اللي مارفين نخدموا فيه الكعكات. لقيتيها ناقصة تزيدي شوية طافية. أنا اللي هنا هكذا في حدود 2 مغارف جوني ملاح، طموها لي بمعدل مليح، يعني ماشي ما جاتنيش طرية بزاف. هذا القطو يا البنات تقدروا تستعملوه للأعراس، لأنه كي تحط في البيض ما الشيكولا البيضة تشد روحها، ما عدا إذا كانت سخانة فوق الحدود، ماشي كيما اللي تجي فيهم ديكوراسيون من الفوق، هذوك اللي نخافوا عليهم في البيض برسكو يتوشاو ويخسرونا. هذا ما يخسرش، هذا ما تخسرش ديكوراسيون تاعو الفوقانية. تحكمي شويه، تحربشيها على يدك، ومن بعد ديري في داخل المول، كملي المولات نتاوع، تكملي الحبات نتاوعك اللي في المول كامل. كي نكملوهم ندوها للثلاجه، ندوها الفريجيدار. يا حبذا لو عدتي مستعجله ديري في الكونجيلي خير باش الشيكولا ثم تشد روحها. من بعد ديموليهم. كي ديموليتهم هاني سرعت شويه الفيديو، احكمت الشيكولا نتاعي البيضاء، ذوبتها. دائما نقول لكم ذوبوها على حمام مائي بدون اي اضافات، باه تشد لكم الحبه تاع الكاطو اللي كانت فيها اضافات تجيكم طريه، وما تحكمش الحبه القوام نتاعها. حتى تكملوها كامل يا البنات، راني سرعت الفيديو. هذه الكوش الاولانيه. من بعد الكوش الثانيه ندير حبات بيوضه وحبات بالشوكولا البنيه، باش ما تقولوش قبيل انا كنا نشوفوا في حبات الكوش الاولانيه راها تجي اكليه بالشوكولا البيضاء كيما راكم تشوفوا. درك كي كملتها خلوها تنشف لكم الشيكولا مليح، ومن بعد جيبوا، ومن بعدها نزيدوا نجيبوا نديروا الكوش الثانيه. الكوش الثانيه البنات حبات كيما دوكا هاني بديت الكوش الثانيه، راني سرعت الفيديو. حبات راني درتهم شيكولا بيضاء، وحبات درتهم شيكولا قهويه. كي ديري لها الكوش الثانيه وتحطيها، تحكمي ورق كويسون، بابي كويسون، وتقطعيه قيس نص الحبه، تكافسيه بيدك باه يعطينا هذيك التحبريشه الفوقانيه. هذه هاني درتها شيكولا بيضاء.
درك نجيب بابي كويسو حبسيه هكا بيديك باه يعطيك هذاك الشكل، وحطيه اكوتي منايا، لاكوتي الاخر نخلوه سامبل، ولاكوتي منا نعجروه بالبابي كويسو، ونخلوهم حتى ينشفوا يا البنات، ونحوا البابي كويسو تاعنا بالحنانه، ما تنحوش وهي طريه، خلوها حتى تنشف معكم الشيكولا. جبت دوكا الشيكولا البنيه الثانيه، ذوبتها على حمام مائي، درت الكوش الثانيه درتها بالشيكولا الشيكولا البنيه كيما راكم تشوفوا يا البنات. تحبوا ديروهم كاع لون واحد، تحبوا ديروا حبات هك وحبات هك. حاولي تضربيها شويه على الفرشيطه باش الزائد اكليه كامل يروح لنا، ونفس الطريقه كما خدمنا الحبه البيضاء نخدموا الحبه البنيه. كي نكملوا حباتنا كامل خلوهم قلت لك معطولها وقتها باش تنشف، ونحوها بالحنانه، ومن بعد نروحوا للديكوراسيون. اعطولها وقتها يا البنات باش تنشف لكم مليح، ما تخلطوش فيها وهي مازالها مشمخه، باسكو يخسركم الشكل الفوقاني نتاعها. انا درت نص نص، قد الحبات البيضاء قد الحبات البنيين، وتبقى اختياريه وتبقى اذواق. كي نكملوها يا البنات كامل، تكملوا الخدمه نتاعكم كامل، تجيبوا الورقه الذهبيه راهي تتباع في المحلات، نديروا لها على الحواشي، على الحاشيه وين كاين السامبل مع المعجره، لانها هي نشفت معايا مليح. نجيبوا الحبات تاعنا كي ديموليناهم من الفايه هذيك اللي قبيل كيما راكم تشوفوا فيها، حطوا لها شويه شيكولا بيضاء، وحطوها منا اكوتي في الجهه اللي ما فيهاش التحبريشه هذيك، وما بين هذه وذيك نديروا الورقه الذهبيه. اي سهله يا البنات في الخدمه نتاعها، وما تشدش معكم وقت بزاف، وشكلها ما شاء الله يعني، وذوقها ثاني ما شاء الله، خاصه الناس اللي يحبوا النوات كوكو. نوات كوكو راه كي تجيب الحليب البودر ويجي معاه لوزيس تاع القارص، راه تجي فيه قوه رائع. حكموا الحبات تاعكم كامل، ديروا لهم رافايلو على الجنب، وحكموا الورقة الذهبية، طولوا بالكم معها الورقة الذهبية شوية، راهي تقلق شوية مي نورمال. نديروا لها من الجوايه في زوج، ديروا لهم ورقة ذهبية، هي استعملوا معاهم ميقص، وكاين الملقط ثاني تقدروا تستعملوا الملقط، انما انا نحب نستعمل المقص خير من الملقط، باسكو الملقط كي يقطعها ما يقطعها لكش مسويه، المقص خير يقطعها لك كيف كيف تلصق لك شويه بصح مي نورمال. كي كملنا الحبه نتاعنا هنا درنا لها الرافايلو ودرنا لها الورقه الذهبيه بالصحه والهنا عليكم، وجربوها ما تندموش عليها يا البنات. هذا شكلها النهائي. شكرا.